رجعنا بعد الفاصل. دكتور بهاء، كنا بنتكلم عن مؤسسة كارنيجي، وبنتكلم عن ان الرئيس السابق او الرئيس السابق والرئيس الحالي دول من جذور يهودية. نعم اتفضل. هم يهود مش من جذور يهودية، يعني يهود هو الرئيس انا قصدي ان الجذور تحت. نعم. يعني مش مثلا كان ليه حاجة تانية وانتمى لليهودي. نعم. هو يعني قلنا الرئيس السابق مورتون أبراموفيتس، وهو برضه يهودي، أسس مجموعة اسمها مجموعة الأزمات الدولية سنة 95، وكنا يتعامل على إنهاء الصراعات، أو هذا ما تقوله يعني عن نفسها. والمجموعة دي يعني هو مورتون أبراموفيتس رئيس اللجنة التنفيذية ليها، اللي هي المسيطرة والقاضي عليها، يعني هو مؤسسها وهو يكاد هو يكون اللي يديرها يعني. فطبعا المؤسسة دي يعني الأول نعرف مين بيمولها وبعدين هنقول عنها شيء طريف. هي المؤسسة مؤسسة كارنيجي مين اللي بيمولها؟ لا مش كارنيجي، الثانية بقى اللي هي الانترناشونال كرايسيس جروب. نعم، بتاعت الأزمات. مجموعة اللي هي إدارة الأزمات دي. نعم. المجموعة دي يعني هي في نفسها برضه في التقرير السنوي بتاعها. نعم. اللي بيمولها الملياردير اليهودي جورج سوروس، والملياردير اليهودي بيتر أكرمان. نعم. وديفيد روكوفيلر، وده من أسرة ماسونية عريقة، هو نفسه ماسوني من الدرجة 33. نعم. فيعني هذه نوعيات التمويل بتاعها يعني. اللي هو مجموعة الأزمات الدولية دي فيها شيء طريف، وهو إن مجلس إدارتها أو أعضائها فيهم عضو مصري، وهذا العضو المصري يعني مرشح للرئاسة في مصر يعني. فنحن لن نقول للمشاهدين اسمه، إنما سنتركهم يشاهدونه على في ده اللي أنا ماسكه في إيدي، ده جزء من التقرير بتاع الانترناشونال كرايسيس جروب، يعني ده على الموقع الرسمي بتاعهم. كويس. اللي عايز يدور على المصدر هنجد إن هو كاتب في الأول كده الاكسكيوتيف كوميتي، يعني اللجنه اللي هي التنفيذيه. نعم. اولها ابراموفيتس اللي هو اليهودي مؤسسها، وهنلاقي فيها اسماء ثانيه منهم جيسيكا توخمان ماتيو، وهي نفسها عضو في المؤسسه. نعم. وهنجد حاجه اسمها جوام ليدوم اكرمان، مرات بيتر اكرمان. نعم. وبعدين اللي احنا حاطين عليه علامه حمراء ده العضو المصري. العضو المصري هم يقروا بقى محمد البرادعي. نعم صحيح. يعني محمد البرادعي في بس عشان نكون امناء برضه ما هوش عندنا بنحرف، هم كاتبين في التقرير ان هو علق عضوياته في المنظمه مع اندلاع الثوره المصريه. يعني لما الثوره قامت خلع، علق العضويه يعني. علق ماشي يعني باسلوب هنا اسمه خلع يعني. طيب اصل انا كان معايا اصلا والله وثائق، اقسم بالله والله انا لا اعرفه ولا شفته ولا اعرف حاجه عنه، ان في ناس بتتعفرت اول ما تلمس البرادعي يعني. نعم. بيعتبروه رمز الثوره والكلام ده كله. انا معايا وثائق برضه هبقى اذاعها في الحلقه القادمه ان شاء الله بعد ما اقراها، جايه لي خاصه بهذا الامر. طيب دكتور بهاء